حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو حاجه سريعه كده، غدا سريع. عملت النهارده فراخ مسلوقه حمرتها، وكمان عملت جنبيها شويه رز وشويه ملوخيه وشوربه، والحمد لله. ده الغدا بتاعنا. لو لسه مشتركتيش عندي في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحطي لنا اللايك الحلو منك. بس بقى انا بسلق الفراخ ازاي؟ بجيب حله على النار، احط الميه، بحط الحاجات دي كلها من الاول خالص قبل ما الميه تغلي، وبسيبها تغلي مع نفسها. وبحط بصلاية، حبهان ورق لورا، ملح، فلفل أسمر، مكعبات، قطاية بصلاية، واسيبهم يغلوا واظبط ملحها. بعد كده بنزل بالفراخ اللي انا غسلاها ونقعاها ومخليها زي الفل. ده كده ايه؟ سلق الفراخ بتاعي. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحمرها في السمنة. دلوقتي انا هعمل الرز. حمرت الشعرية، احط الرز وعليها شوية ملح وشوية سكر، لازم شوية السكر دول، وعليهم المكعب بس، ولا اكتر ولا اقل. ولازم تحطيله ميه سخنه. انا هنا هعمله بالميه السخنه، مش هحط شوربه عشان هما هياكلوا بشوربه. هحط الميه سخنه كده بس، زي ما انت شايفه كده. بص الرزاية حلوه ازاي وفاتحه وحلوه زي الفل معايا. بعد كده هعمل ايه؟ احط لها الميه بتاعتها. المكعبات زي ما انا قلت لك، الملح. ممكن تحط كمان رشه فلفل اسمر، بتخلي الرز حلو قوي وريحته حلوه. رشة السكر دي مهمة جدا، بتخلي الفلفل، بتخلي الرز مفلفل معاكي. هنقلبه كويس قوي ونديله تشويحة حلوة قوي لغاية ما يبقى معانا ايه، بيخشول كده في الحلة. دي حاجة مهمة جدا. هنحط المية السخنة. اظبط بقى ميته، طالما انت عارفة الرز بتاعك بياخد مية قد ايه خلاص. مش عارفة بياخد مية قد ايه، هي تبقى عقلة من على الوش كده، تحطيها كده تبقى باينة وخلاص. بس كده. اغطيه واسيبه يغلي، اوطي عليه النار اول ما تشرب ميته لغاية ما يستوي معانا. هنعمل بقى ايه تاني دلوقتي؟ هعمل بقى شوية ملوخية. انا كده المية غليت معايا وحطيت معاها التوم ني، فصين توم مدقوقين حلو كده، حطيتهم وملح وظبطت ملحها. وكمان احط الملوخية اول ما المية غليت، الشوربة يعني. بس وظبطت اقولها زي ما انا عايزة. دي بصوا اكني خضرة معانا وهي ناشفة زي ما انت شايفة كده. انا كده خلصت كمان الملوخية معايا. اسرع غدا تعمليه، مياخدش معانا وقت ولا اي حاجة. بصوا، انا عملت كمان الطشة بتاعتها تومة، احطها عليها دلوقتي، اديها لون حلو، ما تغمقيش اللون. وكده الغدا بتاعنا جاهز النهارده. يا رب الاكله بتاعتنا تعجبك. اهي اتحمرت معايا زي ما انت شايفه كده. انا بقى بحب الحركه دي، ان انا احط هنا في الطاسه، يعني بتبقى يعني بتاخد كل الحاجات اللي جوه الطاسه. بس كده خلصت ايه الملوخيه، واحلى ملوخيه. هنحمر بقى ايه؟ تحمير بقى الفراخ. انا بجيب طاسه احط فيها ايه سمنه اهي، باينه قدامك لسه بتسيح، وعليها شويه زيت صغيرين. الزيت بيخليها ما تلزقش معانا في الطاسه، وكمان بتاخد لون حلو من كل الجوانب. شويه فلفل اسمر، شويه ملح صغيرين بس، ده بيديها لون حلو وطعم حلو، متلزقش معانا برضو في الطاسه. بس كده. بسيبها بقى ايه، تسخن معايا حلو قبل ما احط ايه الفراخ. انا النهارده قلت احمر فراخ، مش عايزه اعملها في الفرن ولا الكلام ده كله، اكل كده على البوتاجاز، حاجه سريعه واكل ايه اللي هو بتاع زمان. انا كده خلاص هحطهم في الطاسه بقى عشان يتحمروا. اسيبها بقى تتحمر، اغطيها بقى عشان متبهدلش الدنيا سمنه. كده خلاص انا هغرف الاكل. الرز معايا استوى زي الفل اهوت،
بص لونه حلو ازاي. عشان لسه سخن، اول ما بيبرد بيبقى يعني مفرفط اكتر من كده. بوريك ان الشوكة مفيش حاجة لازقة مش معاكي. وهنعمل الملوخية دلوقتي. وكده انا خلصت الاكل بتاعي، يا رب الاكل بتاعي يعجبك.